سؤال اخير، بس سؤال اخير هساله بعد اذن حضرتك عشان سياده المستشار جاي دلوقتي. الموضوع بتاع رجب بحة، تفتكر كل حاجه جاهزه عندي، كل حاجه جاهزه. تفتكر فعلا السحر بيأثر في كرة القدم العالمية او المحلية؟ ايوه السحر بيأثر في بتاعتك القضاء على السحر في لعبه كره القدم ومع نادي الزمالك تحديدا. هو طبعا نستعين بالاول زي ما قلت بالابتكارات بتاعتي، ان شاء الله هتقضي على السحر. انا عندي طريقه وعندي حاجات تانية مش هقدر اقولها قدام الناس ان انا اقدر على السحر. وضح لنا يعني الاساليب دي باستفاضه. اتفضل جوه، اتفضل جوه، اتفضل جوه ان شاء الله، اتفضل جوه، ان شاء الله، اتفضل جوه، اتفضل جوه، اتفضل جوه. المبتكر مصطفى عيسى عنده ابتكارات كتيره وحاجات جميله. خش يا مصطفى. ايوه تعال اتفضل تعال. علي يا مصطفى. ايوه مصطفى عيسى مبتكر جاي من الكويت طبعا بقاله فتره كبيره. بنكمل معاك في قضيه السحر وما فعله رجب بحة مع نادي الزمالك، ازاي هنقدر نبتكر حيل وفق وجهه نظرك يعني؟ ما انا ابتكر، ما انا عامل 7 برامج، السبع برامج دول هيقضوا عليه، هيقضوا على بحة واعوانه. ليه؟ لان هو بيستعين بسحر واحد، انا بستعين ب7 برامج. ال7 برامج دول تطوير ويقاوم السحر كمان، لان دول بيلخبطوا حساباته. هو ما بيبقاش عامل حساب ان هو فيه ابتكارات ولا حاجه، عامل حساب النادي بيلعب بطريقه معينه، انا اعمل السحر بتاعي واخلص على النادي. لا، انا اعمل له 7 برامج وتكتيك جديد هيقضي على بحة واعوانه، وهم مهما يستعينوا. انا فكرتين بس اتحديتهم، الاهلاويه ونجحت فيهم وخدنا الدوري عنهم. كابتن مصطفى احنا مش عايزين كلام مبهم، وضح لنا البرامج دي يعني، قلنا كده هم البرامج احنا قلنا انا اقول منهم برامج. طبعا انا مش هقول لك البرنامج الاول التكتيكي، البرنامج الخططي، البرنامج النفسي، البرنامج الغذائي، البرنامج المهاري، البرنامج التدريبي، كل ده وتطوير حراس المرمى واللاعبين، لان في مشكله في تطوير حراس المرمى. انا هطور حراس المرمى واللاعبين المنظومه كلها. عليهم برنامج الضغط العالي. الضغط العالي، وبالنسبه للحراس المرمى عندي تدريبات كده لقوه رده الفعل اللي هي دي وتغيير اتجاه الكره. بالنسبه لده افكار جديده وانا اتحداهم. انا فكرتين كسبت دوريين سنتين، انا 10 سنين الافكار دي اكسب الزمالك كاس العالم الانديه و10 سنين بطولات ب7 برامج الجداد دول، واتحدى العالم فيها، لان ارائي موجوده في الخليج كلها. اسالوا